واقول لك انا اسف، إيه المشكلة يعني؟ إيه الحوار يعني؟ انت هتعمل ايه؟ المتحدث العسكري بتاعنا طلع قال ان اسرائيل اعتذرت وضرب برج المراقبة ده جه عن طريق غلط. لا، ما مش قادر استوعبها دي بقى. لا يعني كل اللي فات انا فاهمه، او يعتبر ان انا فاهمه، او زي ما انا فاهم ان انا فاهمه، اللي هو مصر مش هينفع تدخل حرب، او مش هينفع تعلن قرار ان هي هتحارب اسرائيل بسبب ان هي مفيش حد يجي جنبها. هي اسرائيل ما بتضربش فيها، فبالتالي هنتحسب ان احنا دولة معتدية، صح كده؟ احنا كده نبقى دولة معتدية على اسرائيل، فبالتالي المجتمع الدولي كله هيجتمع ضدنا، هيبقى ضدنا، كله هيساعد اسرائيل عشان تدوس علينا يعني. تمام. دلوقتي بقى اسرائيل بتضربك، ضربتك، فانت ايه؟ لا مش عارف. ده والله بجد موضوع لغز. والله بجد انا مش عارف، يعني مش عارف هو في ايه. هي اسرائيل ضربت برج المراقبة. برج المراقبة ده خاص بينا، صح؟ خاص بينا احنا. اه خاص بينا. طيب حضرتك ضربته بالغلط، طب اتلكك. طب يلا بقى نتلكك. ما لا نتلكك. ضربته بالغلط، ضربته بالغلط، ماشي هنصدق ان هي ضربته بالغلط. عبط احنا، بس هنصدق، ماشي مفيش مشكلة. نتلكك احنا بقى، نتلكك ان احنا ندخل بقى مع اخواتنا. ما هي تلكيكة جات لنا على طبق من دهب اهي. ده اذا كان ان هما فعلا ضربونا بالغلط فعلا يعني، ده اذا كان كده فعلا. فيلا بينا بقى، ايه مستنيين ايه؟ طب ايه يا احمد، انت بتقول كده انت تروح تحارب؟ اروح يا عم، ايه المشكلة؟ استشهد ايه يا عم، ايه المشكلة برضه؟ هي في احلى من كده موتة؟ هو في احلى من كده موتة؟ فيعني انا مش عارف. هو عامة قالك جري تحقيق يعني، ودراسة مش عارف ايه. انا مش عارف يعني. ان شاء الله شوية كمان كده نفهم ايه الدنيا ماشية ازاي. بس اللي انا شايفه دلوقتي او قاريه دلوقتي، اللي احنا انضربنا في برج مراقب عندنا، انضرب من اسرائيل، واسرائيل اعتذرت. ما نقبلش اعتذاره بقى، ما نقبلوش بقى. يلا نتلكك، يلا بينا نتلكك. ما الله يستر.